الاورو وعلى الدولار، والاورو هذا الاسبوع كان قد شهد ارتفاعا كبيرا. البعض يقول لا تقولوا ارتفاع الاورو وانما قولوا انخفاض الدينار. ساسال احمد خليفه، لانه اذا قلنا انخفض سعر الدينار بشكل رهيب امام الاورو هذا الاسبوع، واين في السوق الموازيه؟ البعض ايضا يسال لماذا تتناولون في الاعلام السوق السوداء؟ لانها واقع، يعني ما نقدروش نتناولوا السوق الرسميه فقط، و99% من الشعب يذهب الى السوق الموازيه. صار لها كما المخدرات، يعني المخدرات موجوده في المجتمع وبالتالي كي نحكيو عليها راهي كاينه في نهايه المطاف. سعر اليورو هذا الاسبوع وهو يتغير 291 دينار اليوم الخميس، بينما بقي السعر ثابتا في البنوك الرسميه عند حدود 150 دينار جزائري. القول بان ايضا هنالك شراء 100 اورو كان 28000 دينار و300 واصبح 29000 في ظرف 24 ساعه. الكثير يتحدثون عن الاسباب وما الذي جعل اليورو يرتفع او الدينار ينخفض. نبدا معك الاستاذ احمد خليفه في هذا الموضوع. اولا، هل اليورو ارتفع ام الدينار انخفض؟ سكين اوبيراسيون كوميتاتيف، يعني سؤال لانه هذه اسئله تاع المشاهدين. كيما تقراها على اليمين ولا تقراها على اليسار هي واحده. يرتفع الاورو صافي الدينار كذا ولا انخفض؟ انخفض الدينار. لا انخفض الدينار حاجه وارتفاع اليورو حاجه اخرى. انخفاض الدينار معناتها العمله تاعك راهي تتهاوى، تفقد قيمتها. هذا هو المشكل. الاورو ارتفع لاسباب. ما هي الاسباب اللي خلات الاورو في السوق الموازيه يرتفع بهذا الارتفاع الجنوني؟ اكيد ان الناس تشوف قال المناسبات كانت كاينه من قبل، مثلا العمره، الحج، الامورات العاديه يعني العلاج، وكانت ولكن طرأت عليها اسباب اخرى اللي خلات هذا. اول حاجه استقاده ليعلم الجميع ان اي عمله في العالم تتاثر بمجرد تصريح من مسؤول كبير او اجراء اقتصادي او اصدار قانون. العمله تتاثر بالارتفاع او بالانخفاض. وبالتالي اليوم لما نجو السبب الاول جاء من قانون الماليه، لان اليوم احنا رانا في وضعيه تاع استدانه داخليه. الاستدانه الداخليه تجرنا الى كلام انه فيه راح يكون فيه تضخم، وبالتالي اليوم الاورو يرتفع والناس هذه تبدا تدير في حساباتها. هذا الرقم الاول، هو الاستدانه اللي اندرت في قانون الماليه من البنك المركزي. الامر الثاني ان التحويلات تاع المغتربين، يعني تاع الجاليه الجزائريه الان، يعني القيمه اللي راهي تدخل اقل بكثير. الجزائر مصنفه في المرتبه السابعه، يعني تشوف مثلا مصر اجتازت 30 او 33 مليار، اليمن اللي راهي في وضعيه كذا راهي في 3 كذا مليار، تونس اللي راهي في 3 ملايير او 2.8 مليار، الجزائر راهي في 1.7 ولا 1.4 مليار. وهذا الشيء قليل لان ما كاش تحفيزات بنكيه، ما كاش تسهيلات لجلب هذه العمله الصعبه. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، كاين الناس اللي راهم مدخرين دايرين ادخار للدينار، كي داير ادخار للدينار ويسمع هذه الامور واش يدير؟ يروح يحول الدينار اللي عنده يحوله اورو، وبالتالي يكثر الطلب وينقص العرض مهما كان. زيد حاجه واحده اخرى، السبب الاخر هو عمليه المضاربه. الناس اللي تكسب الاورو لما عرفوا بلي الاورو راه يطلع يسحبوه من الاسواق ويخلوه يزيد يطلع مليح في القيمه